على فكره انت مديني الدراع البايظ. ده البايظ؟ طب خد. هلعب بغير دراع. هل انا ضيعت الفرصه؟ خالي انا هقعد افكر فيها دي. عشان كده انا دايما اقول ممثل في البطاقه وفي الباسبور، اخرج من دور اخش في دور، وقلبي يقول لي كفايه ارتاح، يرد عقلي لسه ما جاش الدور يا صلاح. عم صلاح عبد الله الممثل القدير والشاعر الحر عمل اكتر من 50 فيلم و150 مسلسل و200 مسرحيه، مكتوب كتاب باسمه ومش هو اللي مؤلف. عم صلاح كتب اكتر من 50 اغنيه و2000 بيت شعر، ونشر ديوان لاشعاره وسمتها خريج، لدرجه انه كتب قصيده هجاء في الفنان محمد صبحي عشان خصام له يوميته اللي كانت 20 جنيه وقتها. روحت اشكي للنجوم والغيوم والمطر انه طعن بسيف مسموم، قلب البريء منه مضى بخصم اليوم ولا رجع عنه. قال يعني عمري يا صبحي ناقص ينخصم منه. الذمه جالك قلب، الذمه جالك نوم، لا ليه يا صبحي كده ولا عاد عتاب ولا لوم، سعد زغلول اتنفى وانا اتخصم لي اليوم. عم صلاح ما عملش دور وحش، حتى لو لقيت مسلسل ولا فيلم مش قد كده هتلاقيه هو الافضل ما بين كل المشاركين فيه. فعم صلاح عمل اكتر من 300 عمل، واحنا عشان نتكلم عليهم كلهم محتاجين على الاقل فيديو مدته 10 ساعات. فاحنا هنتكلم على الادوار الايقونيه اللي عملها عم صلاح عبد الله في مشواره الفني، اللي كان ليها اثر على مشواره الفني. فاحنا هنبتدي من الاول. سبسكرايب لو اول مره تشوفنا، ولو تاني مره عادي اعمل برضه، واعمل لايك للفيديو واعمل شاي وتعالى. صلاح عبد الله مواليد 25 يناير، ومش هنقول سنة كام، من بولاق ابو العلا، مصري، خريج تجارة القاهرة. ولما دخل الجامعة انضم لفريق المسرح في الجامعة، وعمل هو واصحابه فرقة مسرحية سموها تحالف قوى الشعب العامل، ومثل واخرج مسرحيات كتير جدا لحد ما شافوا واكتشفوا المخرج شاكر عبد اللطيف، وشغلوا معاه في مسرحية رابعة العدوية مع العظيمة سميحة ايوب، ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين التقال في الوقت ده. ومن بعدها انضم لفرقة استوديو 80 بتاعة محمد صبحي ولينين الرملي. واول مسرحيه محترف يعملها كانت مسرحيه المهزوز، وبعدها عمل مسرحيه انت حر ومسرحيه الهمج. واول ظهور ليه في التلفزيون كان مع محمد صبحي برضه في مسلسل سنبل بعد المليون. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. عمل فلاح في سنبل، وصعيدي في ذئاب الجبل. طب انت فاروق الجناوي صح؟ لا انا مره تعالى فاروق انا افهم بدا من اولها. ما تقفلش معايا امال، ما تقفلش معايا امال، ما تقفلش معايا امال. اقفل معاك كيف وانت مخك مقفل على اخره. ومن الاعمال الفنيه اللي شارك فيها في بدايته كان مسلسل وانت عامل ايه مع محمد هنيدي وعلاء ولي الدين الله يرحمه وعلاء مرسي. عم صلاح عبد الله مبدع، وكان عامل مخبر في مواطن ومخبر وحرامي. امال ايه الضمير؟ اهم حاجه في الشغلانه بتاعتنا دي الضمير. اصل محسوبك يعني مش مخبر كده على ما تفرج، لا ده انا مخبر درجه اولى ممتازه. بالك اول ما وصل جواب التعيين للولد ابن البكري انا بليت الشربات وجبتك على طول يا عسل. ودوره القوي جدا في مسلسل رايا وسكين المعلم الرزل. مش دافع وباين الرزاله هتشتغل، وروني هتعملوا ايه. كان طالع في فيلم درس خصوصي وفيلم حماده يلعب. هذه ليلتي وطبعا دوره المهم جدا في فيلم دم الغزال. يا مدام انتوا بتشوفونا واحنا بنخدمكم، ولازم نضحك واحنا بنخدمكم عشان ما تزعلوش مننا، انما لو جيتوا وشفتونا جوه العشوائيات بتاعتنا مش هتصدقوا، احنا بلد تانية غير بلدكم. يا جماعه احنا لازم نبقى ايد واحده عشان خاطر البنت المسكينه اللي في الكوشه. الاول بقى مين حضرتك؟ انا عمك عبده. عمي عبده معاك بطاقه؟ طبعا حضرتك، اتفضل سعادتك. جرسون الاول بقى نفتشك وبعدين نتكلم. يا فندم ده فرع على القد، وكل المعازيم اللي هنا من عينتي، وكلهم لا مؤاخذه بيعتبروني كبير الحته، فما يصحش يعني. وهو الاب الروحي لكل الفنانين اللي في الساحه. عمنا صلاح كان استاذ خالد جلال، يعني كان هو اللي بيعلمه. المخرج خالد جلال ده اللي اتكلمنا عنه في حلقه محمد سلام، لو ما شفتهاش روح شوف. عسكر في المعسكر، حسن كولوني، افراح، طهور، زفه بلدي، زفه فرنجي، وممكن زهر بتاع هانتي كانتي يعني. لا هوستا كوستا حضرتك. بقول لك ايه، خد ازازه العطر دي رش بيها اصحابك، لحسن لو قعدت معاك اكتر من كده هتحمق. ودوره في فيلم كلاشينكوف. حقك، اول مره اسمعك بتقول لي حقي وحقك. ما كنتش اتصور ان هعيش لحد ما الاقيك واقف قدامي بلبسك الشيك ده اللي بالشيء الفلاني وتقول لي حقي. انت بتعايرني؟ اخي عليك يا خالد، اخي ده انت ابني يا ابني. في اب يعاير ابنه؟ طه ابو دقه يتقال له لا؟
لا. صلاح عبد الله فنان استثنائي من جيل المشخصاتيه العمالقه الكبار، ورغم انه ما عملش بطوله مطلقه الا انه طول الوقت كان متميز جدا وظاهر ومنور في اي حاجه بيشتغل فيها. سر نجاح عمنا صلاح عبد الله انه ما حطش نفسه في قالب واحد، بالعكس هو دائم التجريب والتنوع، عمل تقريبا كل الادوار. الله يرحمك يا بابا، كويس انك اتكلت قبل ما تشوف المهزله دي. دول دلوقتي بيسمعوا على النت. الشغلانه باظت يا حاج، باظت. اسامحك ازاي بعد ما نجزت لك كباريه؟ في فيلم كباريه صلاح عبد الله فنان بيعرف يتحول، يعني لما تشوفه في فيلم الرهينه وهو عامل عالم ذره تصدقه. خدت نوبل بتاعت زويل. ولما تشوفه في فيلم الفرح وهو صلاح ورده برضه تصدقه. قول لي لو سمحت، انا هطلع مسرح امتى؟ الاستاذ صلاح ورده وصلنا هيطلع امتى؟ يا عالزمن. الحمد لله انك عرفتني. وعمل واحده ست في فيلم بنات العم. ممرضه تقول لي الحمد لله على السلامه يا حاج. ايه المجانين دول؟ وايه صوتي ده؟ ايه صوتي ده؟ ايه صوتي ده؟ عنده تنوع في اختيار الادوار، بيعرف يختار ادواره وبيعرف يمثلها صح. كان عامل دور ابو السعود الابياري في مسلسل اسماعيل ياسين، كان عامل الراجل الشرير في فيلم رسائل البحر. انت هتقعد لي سنه عشان تقول لي كلمتين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هي او لا، ولو لا هتبقى ان شاء الله، واللي ما يقولش هيقول وابو العالمي في العالمي. انا قلت لك 100 مره قبل كده، موضوع الكوره ده تشيله من دماغك خالص. كنت ايه وزفت ايه؟ ودوره المهم في فيلم مسجون ترانزيت. لازم تريح نفسك شويه، خد اجازه. لا مؤاخذه يا ريس، انا ما خصمش السلطه ان شاء الله، عشان زي ما تقول عنده ظروف مزنقه شويه. ودوره المهم في فيلم الشبح. عارف عبد الصمد انت تستاهل ايه؟ اوعى تقول لي الحرق وبجاز وسخ. بس خد بالك، انا لو مت كل الجرايم دي انت هتلبسها، لان العبد لله مش سايب ولا دليل وراه. خبرة بقى. عمل ادوار شر انت لو شفته في الحقيقه هتخاف منه، وهو اصلا طيب. وعمل النحاس باشا في الملك فاروق ومسلسل حدائق الشيطان، ورجل اعمال بس خاين للعيله في مسلسل الدالي. عمنا صلاح ما سابش حاجه ما عملهاش، يعني كاتب شعر ومؤلف اغاني مسرحيات وممثل تلفزيون وسينما ومسرح وعامل مسلسل كرتون. وبسنت ودياستي ده علامه في الكرتون المصري كله، زي بكار كده، ما عندناش كتير اصلا، هم كام واحد. ومن بسنت ودياستي نروح مسلسل الريان اللي كان طالع فيه ابو الريان. احنا بس عايزين نطمن عليه شويه يا دكتور. لا تمام. طب اتفضل حضرتك على سرير الكشف. قول يا حاج. ده ايه؟ انا مش تعبان عشان اقول كح بقى يا حاج. شفت بقى اهي هتجيب كح بقى يا حاج ومش هنخلص. هو خلص الكشف كده؟ خلص يابا خلص. الله هظبط لك ما جلبيه. تظبطليش حاجه. اوعى، مش عايز مساعده من حد. انا صلاح عبد الله عنده مرونه فنيه، عنده قدره كبيره جدا على التحول ما بين الكوميديا والتراجيديا، ويعرف يلعب كوميديا ويعرف يلعب دراما. عمل دور القبطان ابو عزه في العيال هربت. 2500 جنيه ليه يا اسطى منوره؟ وانت بتصلح طياره؟ دول شويه مسا قديمه. هو ده النظام، مش ولا بلاها. وعمل الحرامي رئيس العصابه في فيلم مقلب حراميه. انتوا الاربعه صفوه الصفوه، كل واحد فيكم حكايه، بس كل واحد لوحده مش كفايه. وعمل لواء الشرطه في فيلم الدادا دودي. ما كفايه بقى يا لودي. عمل دور الراجل الشعبي في فيلم 365 يوم سعاده. هيكون مين اللي بيكلكس لك يعني؟ عيل توتو وارث قرشين من امه ولا من تيته، ومعاه بنت منحرفه ضاربين ورقه عرفي ومش لاقيين مطرح توسع له ليه؟ هو كان شارع ابوه ولا كان شارع ابوه؟ مين حضرتك؟ هادي. في دي عندك حق، هو ده هادي فعلا. دوكا كان حامي قوي، بس صدقني ده بيعمل دماغ اعلى. كل دي ادوار لو جبت لها اي ممثل تاني غير عم صلاح عبد الله مش هيعرف يعمله. ومن اقوى الادوار اللي عملها عم صلاح كان دور المحامي الفاسد في مسلسل ظرف مع عمرو يوسف. اللي ربنا هيكرمه فيكم ويترافع لازم يكون صايع، يحاول يشكك القاضي في كل الادله اللي بتقدمها النيابه، مش كده وبس، ويطلعهم كدابين. كنت عايز اعرف لو برضو المتهم مذنب ادافع عنه؟ ايوه تدافع عنه، بس انا بكده هكون مخالف ضميري. شوف يا ابني، وباختصار كده، والكلام ده ليكوا كلكم، وحطوا تحت الجمله دي 1,000,000 خط: الجنائي كافر. وما ينفعش بعد كل اللي قلناه ننسى دوره في مسلسل هوجن مع محمد امام ابن الزعيم. اثبت منك له، لما المعلم يتكلم كله يسلم. استلم بقى يا معلم منكم لبعض. هشوفك تاني يا بهلول، عشان اللي ليه عندك تقل قوي. سبحان
سبحان الله خير. انت شبه ابوك بالملي. ودور عاطف في فيلم هندي. انا اسمي عاطف فوزي خير، موظف في شركه دش، وان شاء الله هجيب شقه قريب. انا مرتبي 640 جنيه، ده غير الحوافز والبدلات وكده، بس الحاجات دي ما باخدهاش فلوس، باخدها جبنه، ساعات جبنه وساعات زيتون مخلل. صاحب شركه الدش بتاعتنا عنده مشروع منحل وتربيه مواشي والبان وكده يعني. طبعا ما نقدرش ما نتكلمش على مسلسل الرجل العناب اللي كان عامل فيه صلاح عبد الله دور توفيق عكاش صريح الفيه. طب احنا هيجيلنا نوم ازاي بعد كده؟ قدروا ان مفيش راجل عناب، هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نواجه الحقيقه المره بقى. عم صلاح اشتغل مع الزعيم اكتر من مره، ودي حاجه غريبه لان الزعيم عادل امام ما بيشغلش معاه ممثل واحد اكتر من مره، ودي ليها سبب تقني كده هبقى اقول لك عليه في حلقات جايه. وعشان عم صلاح عمل كل الادوار، عمل دور تاجر المخدرات السيناوي في فيلم المصلحه لما طلع بدور ابو فياض. انا ابو فياض بكلمك من الرقم اللبناني. اسم الله عليك يا شيخ العرب، اتخضيت ولا شفت عفريت؟ لا العفو يا باشا، والا هجيب العفريت هديه. ده مش مجاسي. انا قلت لك ايش؟ نصيبك هيصيبك. الهنا والشفا على بدنك يا ابو ملك. هو المره دي سفيف مصمص. انت عارف يعني ايه ممثل بيمثل بقاله 40 سنه ما عملش دور شبه التاني مع ان اعماله كتيره جدا؟ فليه بقى صلاح عبد الله ما بيتكرمش؟ الفيديو ده كان مجرد حاجه بسيطه بنقدمها لعم صلاح عبد الله عشان نقول له احنا بنحبك قوي يا عم صلاح. فلو الحلقه عجبتك متنساش بقى تعمل اللايك والسبسكرايب والحاجات الجميله دي، واستنى الفيديوهات الجايه.